hello حبايبي الحلوين grade 5. Are you ready to our lesson today؟ جاهزين يا حلوين نبدأ مع بعض؟ النهارده معانا البارت نمبر 2 من lesson 2 concept 2 بعنوان food is energy. طبعا المره اللي فاتت كنا اتكلمنا ان الليسون ده كان بيتكلم عن ان ازاي الهيومنز والانيمالز والبلانتس get energy from the ecosystem. اتفقنا مع بعض ان الهيومنز والانيمالز can get food to get energy وان البلانتس can make its own food during the photosynthesis process to get energy. واتكلمنا كمان وقلنا ان الصن هي البرايمري سورس اوف انرجي اون ذا ايرث، صح ولا لا؟ جينا بقى النهارده وعايزين نعمل كلاسيفيكيشن للليفنج اورجانيزمز، وبمعنى اصح نتكلم عن حاجه اسمها فود تشين. فود تشين يعني ايه فود تشين؟ يعني سلسله الغذاء. يبقى انا هنا عندي فود تشين بيقول لي ايه بقى يا سيدي؟ ركز معايا هنا كويس قوي. بيقول لك انا عندي هنا انرجي فور لايف، الحياة علشان يبقى عندي طاقة لازم عشان أقدر أعيش، صح ولا لأ؟ علشان أقدر أعمل أي activities to go to survive we need energy. إحنا محتاجين للطاقة. طب إزاي؟ طيب إيه الموضوع ده؟ قال لي all living organisms eat food to get the energy. All living organisms eat food to get energy. They need to survive. زي ما سعادتك شايف البنت الصنطاطة دي بتكون محتاجة تاكل علشان تقدر تعمل كل الاكتيفيتيز بتاعتها عشان تقدر تعيش، صح ولا لأ؟ وعشان تكبر، صح؟ يبقى all living organisms eat food to get energy, to survive, to grow, and to do all activities during the day. يقول لي living organisms feed on one another so energy passes between them. يعني الكائنات الحية بتتغذى على كائنات حية أخرى علشان تقدر تحصل على الطاقة. زي ما شفنا المرة اللي فاتت إن مثلا الدير eat grasses، الدير eat plant، فهي get energy حصلت على الطاقة من لما أكلت البلانت، صح ولا لا؟ تمام. عندي هنا بيقول لي بقى طالما الموضوع كده وان الليفنج اورجانيزم ايت ايتش اذر، تعالى بقى نعمل كلاسيفيكيشن، نقسم الليفنج اورجانيزم دول على حسب هم بياكلوا ايه. تعالى يلا بينا. قال لي living organisms can do أو can be classified into 3 main groups according to their way of feeding. يبقى تاني living organisms can be classified into 3 main groups according to their way of feeding. طريقة التغذية، هم ازاي بياكلوا ايه؟ احنا هنقسمهم ل 3 groups. عندي producers و consumers و decomposers. يبقى هاي producers consumers decomposers. يبقى تاني انا عندي الليفنج اورجانيزم الكائنات الحيه هقسمهم ل 3 جروبس. producers منتجين، consumers مستهلكين، decomposers محللين. خلاص تعالى بقى واحده واحده نتكلم عن كل واحد لوحده. بيقول لك انا اول واحد هبدا بيه الكلام عندي البروديوسرز. producers اوكي ليتس جو. اول واحد هنبدا نتكلم عنه هو البروديوسرز. producers مين هم البروديوسرز دول؟ قال لي producers they are organisms. They are organisms that can make their own food and don't feed on other plants. يعني ايه؟ يعني بيقول لي ان البروديوسرز دول هم living organism، هم كائنات حيه وبيقدروا يعملوا غذائهم بنفسهم. دول جامدين قوي بقى. ومش بس كده، كمان can't او don't eat plant، ما بياكلوش نباتات. يبقى الكائنات اللي انا بتكلم عنها دي بيقدروا يعملوا غذائهم بنفسهم وما بيقدروش ياكلوا نبات، ما بياكلوش نبات. دول مين بقى يا ترى؟ قال لك اكزامبل على البروديوسرز هيكون هم مين؟ البلانتس. معانا يا مس اخدت واحد بس اللي كان make its own food during the photosynthesis process. طبعا كان مين؟ كان هي البلانت. خلاص يبقى تاني انا عندي البلانتس يقول لي زي اور او
يبقى انا عندي البلانتس هي اكزامبل على البروديوسرز. يبقى producers they are organisms that can make their own food and don't feed on plants. اوكي، يبقى هو كائن حي يقدر يعمل غذائه بنفسه وما بياكلش نبات. مين ده يا ترى فور اكزامبل مثلا على البروديوسرز زي مين؟ قال لي زي مين؟ زي البلانت. Plant بيقول لي plants use energy from the sun to produce their own food by photosynthesis process. يبقى أنا تاني البروديوسر ده living organism can't eat plant and can make its own food. فأخدت example على البروديوسر من الليفينج اورجانيزم مين؟ هي البلانتس. هي مين؟ البلانتس. يبقى plants use energy from the sun to produce their own food by photosynthesis process. اوكي؟ فبيقول لي بقى خد بالك example على البروديوسرز دول قلنا اللي هم البلانتس. طب كلهم بلانتس؟ هقول لك بص كده سر كده لحد مؤقتا. احنا بيقول لي nearly all of the producers on the earth are plants. يعني تقريبا كل البروديوسرز على الارض هم plants. ايه ده ميس؟ طب ليه ما قلتوش all؟ ليه قلتوا nearly؟ هقول لك علشان هتعرف لسه في concept 3 ان في حاجات تانية producer غير البلانتس. خلاص؟ يبقى تاني أنا عندي البروديوسرز they are organisms that can make their own food and don't feed on other plants. يبقى تاني عندي they are organisms that can make their own food and don't feed on other plants. دول مين؟ البروديوسرز. فينطبق الكلام ده على مين من البروديوسر؟ مين؟ البلانتس. مش هي بروديوسر اولها فيرست لتر بي يبقى ايه؟ plants. يبقى بروديوسرز مين؟ plants. يبقى plants use energy from the sun to produce their own food by photosynthesis process. بيقول لي نوتس مهمه جدا ان nearly all the producers on the earth are plants. ليه كتب لي كلمه nearly؟ لازم ابقى واضح ان nearly دي معناها تقريبا كلهم. يعني في كده حاجات كده لسه هنعرفها لسه في كونسبت 3 ان دول هيعتبروا producers. اوكي؟ طيب يقول لي بقى طبعا ندخل على الليفل اللي بعده. احنا عارفين ان احنا قسمنا الليفنج اورجانيزمز لايه؟ ل 3 جروبس. عندي الفيرست كان هو البروديوسرز، اللي بعديها الكونسيومرز. وقلنا معنى كونسيومرز بالعربي يعني ايه؟ يعني المستهلكين. الكونسيومرز بقى قال لك دول في منهم 3 تايبس، في منهم 3 انواع. نوع اسمه برايمري كونسيومر، نوع تاني اسمه سكندري كونسيومر، والنوع التالت اسمه تيرشري كونسيومر. هتقول لي what is the difference between them؟ هقول لك بس واحده واحده. تعال نعرف يعني ايه اصلا كونسيومر. قال لي consumers they are organisms that eat other living organisms to get their energy because they can't make their own food. يبقى تاني الكونسيومرز دول هم كائنات حيه بتقدر ان هي تاكل كائنات حيه اخرى. طب وهي ليه بتاكل كائنات حيه اخرى؟ قال لك علشان هي ما بتقدرش تعمل غذائها بنفسها. يبقى تاني consumers they are organisms that eat other living organisms to eat their energy. Why? Because they can't make their own food. يبقى تاني consumers دول هم كائنات حية بتاكل كائنات حية أخرى. ليه بتاكل كائنات حية أخرى؟ علشان هي غاوية وجع قلب؟ لأ، على إيه؟ because they can't make its own food as a plant. أوكي؟ طيب بيقول لي بقى إن أنا عندي الكونسيومرز دول في منهم نوعين. عندي نوع هو البرايمري، والنوع التاني السكندري، والأخير اسمه تيرشري. ايه بقى الفرق ما بينهم؟ what is the difference between them؟ قال لي بالنسبه للبرايمري فهم they are animals that eat plants. بس كده. يبقى الانيمالز اللي بتاكل plants دي بنسميها ايه؟ بنسميهم primary consumers. يعني مثلا انا دلوقتي بقول لك ان insect eat plants so insect primary consumer. تاني انا عندي كده الانسكت دي اهي، الانسكت دي القرشانه دي بتاكل بلانت صح اهو، eat plant صح كده. يبقى الانسكت دي اكلت ايه؟ اكلت البلانت. يبقى الانسكت دي تعتبر ايه؟ تعتبر برايمري كونسيومر. تعتبر ايه؟
primary consumer. اتفقنا؟ يبقى الانسكت دي علشان هي اكلت بلانت، شايف البلانت فوقها اهو، اكلت البلانت فهي تعتبر برايمري كونسيومر. يبقى تاني مين البرايمري كونسيومر؟ they are animals that eat plants. they are animals that eat plants. طب ميس البلانت دي كانت تعتبر ايه؟ لسه قايلين من فوق من شويه قلنا ان البلانت ده يعتبر ايه؟ producer. صح ولا لا؟ يبقى تاني انا عندي البلانت ده can make its own food, so this is producer. لكن عندي دي الانسكت دي can eat food, can eat plant, so this is primary consumer. خلاص؟ يبقى أنا عندي أهو primary consumers they are animals that eat plants. بيقول لي مثلا for example على primary consumers زي مين؟ قال لي many insects are primary consumers. many insects are primary consumers، يعني كتير من الانسكتس الحشرات دول بيعتبروا ايه؟ primary consumer. خلاص؟ اوكي؟ طيب بيقول لي عندي طب مين بقى السكندري كونسيومر؟ هقول لك السكندري كونسيومر ده اللي ايت برايمري كونسيومر. يعني ايه؟ يعني سعادتك بص كده، شايف الصوره دي البيكتشر دي، انا عندي مين دي؟ دي مثل انسكت، واحنا لسه قايلين الانسكت دي اسمها ايه؟ اللي هي برايمري اهي، برايمري كونسيومر صح؟ طب هي مين ده؟ دي البيرد يا ميس، البيرد ايت ايه؟ ايت برايمري كونسيومر، يبقى البيرد ده يعتبر ايه؟ ها سكندري كونسيومر، سكندري كونسيومر. خلاص؟ يبقى تاني انا عندي الانسكت برايمري كونسيومر، وعندي البيرد ده سكندري كونسيومر. ليه قلت على البيرد انها سكندري كونسيومر؟ عشان هي ايت برايمري كونسيومر. يبقى تاني اهو بيقول لي السكندري كونسيومر هو مين؟ they are animals that eat primary consumers. they are animals that eat the primary consumers. هو الانيمال اللي بياكل البرايمري كونسيومر هنسميه ايه؟ هنسميه secondary consumer. فبيقول لي birds are secondary consumers. ليه بقى البيرد دي نقول عليها secondary consumer؟ because they eat insects and other organisms that eat plants. يعني البيرد ده يعتبر secondary consumer علشان هو أكل الانسكت الحشرة اللي كانت واكلة نبات. رجع تاني، الانسكت دي كانت واكله ايه؟ كانت واكله بلانت، عشان كده سميت الانسكت برايمري كونسيومر. لكن دلوقتي البيرد دي ايت انسكت، البيرد ايت انسكت، يبقى البيرد دي تعتبر سكندري كونسيومر. خلاص؟ يبقى الانسكت برايمري كونسيومر، واللي هياكلها هيبقى اسمه سكندري كونسيومر. اوكي؟ سهله كده ولا صعبه؟ طب ندخل على التيرشري كونسيومر واحده واحده. عندنا بقى التيرشري كونسيومرز، تيرشري consumers really they are animals that eat the secondary consumers. يعني بيقول لي خلي بالك التيرشري كونسيومر هيكون مين؟ هيكون اللي بياكل السكندري كونسيومر. ما هي بديهيه بقى خلاص، احنا لقينا ان انا عندي بروديوسر، بعد البروديوسر عندي البرايمري كونسيومر، بعد البرايمري كونسيومر في السكندري كونسيومر، بعدين السكندري كونسيومر عندي التيرشري كونسيومرز. صح ولا لا؟ التيرشري كونسيومر هي الايت سكندري كونسيومر، السكندري كونسيومر اللي هي ايت برايمري كونسيومر، البرايمري كونسيومر اللي هي ايت بروديوسرز. بس كده. خلاص؟ يبقى انا عندي التيرشري كونسيومر هو ايت ايه؟ ايت سكندري كونسيومر. طب يبقى التيرشري كونسيومرز، يبقى أنا عندي tertiary consumers are often large meat-eating animals like alligators. مين الاليجيتورز دول؟ هو الكروكودايل ده، هو التمساح، اسمه ايه؟ alligator. يبقى large meat-eating animals، large meat-eating animals اللي هي الكائنات الكبيرة آكلات اللحوم. اسمهم ايه؟ اسمهم tertiary consumers. tertiary consumers. Who tertiary consumers؟ tertiary consumers eat secondary consumers. اتفقنا؟ خلاص؟ طيب خلي بالك التيرشري كونسيومرز دول eat meat، ياكلوا لحمه، ياكلوا another animal. اوكي؟ طيب عندي بقى الستيب اللي بعديها وهي الديكومبوزرز. واوعى تنسى انا لما جيت قسمت الليفنج اورجانيزم قسمتهم ل 3 جروبس، كان عندي اللي هم البروديوسرز في الاول خالص، وبعدين الكونسيومرز، وكان نمبر 3 كان الدي
composers. بس احنا طولنا شويه في الكونسيومر عشان هو الكونسيومر لوحدهم متقسمين ل3. يبقى الكونسيومر لوحده متقسم ل3 اللي هو البرايمري كونسيومر والسكندري كونسيومر والتيرشري كونسيومر. لكن الجروبس الاساسيه الليفنج اورجانيزم لما قسمناهم لبروديوسر وكونسيومر وايه والديكومبوزر. خلاص يبقى بروديوسر وكونسيومر وديكومبوزرز. خلاص الديكومبوزرز بقى مين الديكومبوزرز؟ زي ما انت شايف كده قدامك الديكومبوزرز هم الورمز، الديدان اللي بتكون موجوده في الارض اللي هي بمعناها بالعربي المحللين اللي هم بياكلوا الجيفه، اللي بياكلوا اجسام الكائنات الميته. بيقول لي they are organisms that carry out the process of decomposers by breaking down or decaying dead organisms. يعني هم الكائنات الحية اللي بتعمل عملية decomposers. يعني ايه decomposers؟ التحلل، بان هي بتعمل breaking down or decaying dead organisms. يعني هم بياكلوا الكائنات الميتة، الحاجات اللي ماتت خلاص، الديد organisms. يبقى الورمز دي eat dead organisms، حاجة وماتت وبياكلوها، ولما بياكلوها بيعملوا بيبي زي أي كائن حي بياكل. بعد ما بياكلوا بيعملوا بيبي، البيبي بتاعهم ده بيكون نيوترينز، عناصر غذائية بترجع تاني للبيئة للطبيعة اللي هم موجودين فيها، ويحصل return back to the energy، يرجعوا الطاقة تاني للبيئة. فبنقول ان هم الديكومبوزرز دول بيعملوا return back to the energy، بيرجعوا الطاقة تاني للبيئة، بيرجعوا تاني النيوترينز للبيئة. النيوترينز العناصر الغذائية دي البيبي بتاعهم اللي هو الورمز لما بتعمل البيبي بتاعها ده بيكون عباره عن ريتش ان نيوترينز، غني بالعناصر الغذائيه. العناصر الغذائيه دي اللي بتخلي التربه تبقى حلوه كده وصحيه كده وفيرتايل كده، خصبه فيها العناصر الغذائيه الحلوه عشان النبات لما يتزرع فيها ياخد العناصر الغذائيه ويكبر. خلاص يبقى النيوترينز العناصر الغذائيه اللي بتعملها اللي هي الويستس اللي بتاعت الورمز دي، الويستس بتاعت الورمز دي اللي هي النيوترينز دي بتبقى هي دي اللي بتخلي التربه تبقى فيرتايل، مور فيرتايل، تبقى اكثر خصوبه، تبقى حلوه كده لما يتزرع فيها النباتات. فبيقول لي هنا worms and millipedes. مين الميليبيدز دي اللي احنا بنقول عليها لما بنيجي مثلا حد مش طايقينه كده نقعد نقول ام 44 دي؟ والله بجد اهو ميليبيد دي اسمها ام 44 عشان عندها 44 رجل. فبيقول لي worms and millipedes eat dead organisms and produce waste which is rich in nutrients. يعني ايه؟ يعني بيقول لي الورمز الديدان والميليبيدز والفانجاي والبكتيريا كل دول من ضمن الديكومبوزرز اللي بياكلوا الكائنات الميته، والبيبي بتاعهم بيبقى هو النيوترينز العناصر الغذائيه اللي بترجع للتربه تاني. يبقى ايه؟ and produce waste، بيفنوا الويست بتاعتهم دي بتبقى ريتش ان نيوترينز، غنيه بالعناصر الغذائيه اللي بتزود من خصوبة التربة. اهي that increase the soil fertility for a plant growth، ودي بتزود من خصوبة التربة وبتخلي النبات لما يجي يتزرع فيها يكون بصحة كويسة. يبقى تاني تعالى كده بالراحة واحدة واحدة نفكر مع بعض. عندنا هنا تعالى كده واحدة واحدة، احنا قلنا عندنا حاجة اسمها الفود تشين. حاجة اسمها ايه؟ فود تشين. بالراحة اهي فود تشين. ايه هي الفود تشين دي؟ اللي هي سلسله الغذاء. سلسله الغذاء يعني ايه سلسله الغذاء؟ سلسله الغذاء دي بتوريني الانيمالز ازاي بيحصل ما بينهم على الطاقه، وازاي الطاقه بتتنقل ما بينهم، وازاي مين الكائن الحي بياكل التاني. فاحنا بدانا مثلا عندنا في الاول بالبلانت. عندي الاول ايه؟ البلانت. دي كده البلانت ده اهو، ده كده البلانت. قلنا ان البلانت ده يعتبر ايه؟ من هو ده كده البروديوسر. ليه قلنا عليه بروديوسر؟ علشان البروديوسر ده اللي هو can make its own food by photosynthesis process. طبعا احنا عارفين ان البلانت ده بياخد الايه؟ اللايت انرجي from the sun. اهو انا عندي هي دي كده الصن، دي كده الصن. خلاص اللايت انرجي come from the sun
reach to the green plant. يبقى اللايت انرجي دي هتوصل للبلانت، وساعتها هتتحول جوه البلانت للايه؟ للكيميكال انرجي. صح كده ولا لا؟ بعدين تيجي بقى اللي احنا قلنا عليها اللي هي الورم، اللي هي الدوده دي، الانسكت دي. ماشي، الورم دي هتيجي اهي، فهتبدا تقرقض فين؟ في هتبدا تقرقض وهي سعيده جدا في البلانت. فاخدت منها كده ايه؟ الانسكت دي لما اكلت البلانت فهي جيت انرجي، حصلت على الطاقه، فهي اخدت الايه؟ الكيميكال الكيميكال انرجي. الانرجي اتنقلت من البلانت راحت لفين؟ للانسكت. يبقى الانسكت دي ايت بلانت، صح؟ يعني هي تعتبر ايه؟ تعتبر برايمري كونسيومر. صح كده؟ بعدين يجي لك بقى يا سيدي الايه؟ البيرد. يجي لي ايه؟ بيرد. عارفين البيرد؟ عندي مثلا بيرد كده جت بقى واكلت ايه؟ اكلت الانسكت دي. يبقى انا عندي مثلا بيرد اهي، دي كده سعيده قوي البيرد طبعا ان هي ايه؟ هتاكل الانسكت. خلاص، يبقى دي كده ايه؟ البيرد. البيرد دي هي هتعمل ايه؟ ايت للانسكت، اكلت الانسكت، فالانسكت كان جواها فيه كيميكال انرجي، فالبيرد ده حصل ايه؟ وصل للكيميكال انرجي طبعا لما اكلها، فهو حصل على الطاقه اللي موجوده جواها، فالبيرد بقى عنده هنا ايه؟ في كيميكال انرجي. خلاص، طيب وبعدين يبقى البيرد ده اكل الانسكت، صح؟ يعني ايه؟ يعني البيرد ده ايت للبرايمري كونسيومر، يبقى البيرد ده اسمه ايه؟ اسمه سكندري كونسيومر، صح ولا لا؟ بالراحه كده، يبقى البيرد ده اسمه ايه؟ سكندري كونسيومر. يجي بقى ربنا يكرمه السنيك ويغريه شكل البيرد، ويروح ايه؟ يقول لك يا سلام شكلها مغري قوي، صح ولا لا؟ السنيك اهو، ده كده السنيك. ويروح يقول لك بقى ايه؟ انتوا عارفين طبعا السنيك مش هيأثر. يبقى السنيك هيكون هيبقى جعان، جيت انرجي، عايز يحصل على الطاقه. هيحصل على الطاقه ازاي؟ هيروح ايه؟ واكل الايه؟ البيرد دي. فلما ياكل البيرد يبقى الكيميكال انرجي اللي جوه البيرد هتترانسفير للايه؟ كيميكال انرجي هتروح واصله لايه؟ للسنيك، وصل للكيميكال انرجي. طيب السنيك ده لما ايت للبيرد، اكل البيرد، فهو كده يعتبر ايه؟ هو اكل السكندري كونسيومر، يبقى اسمه ايه؟ تيرشري كونسيومر. خلاص، يبقى هو اسمه ايه؟ تيرشري كونسيومر. طب وبعدين قال لي التيرشري كونسيومر ده هيحصل له مثلا ويل داي، يموت. بعد ما يموت هيحصل ايه؟ قال لك هيجي بقى الورمز، الانسكتس اللي هتكون موجوده في السويل اللي هو هيدفن فيها بقى ده. يعني انا عندك بقى خلاص كده ايه؟ السنيك بقى خلاص الله يرحمه مات واتدفن في السويل، فهتيجي الانسكتس الحشرات تبدا ايه؟ تاكل جسمه. ولما الانسكت تاكل جسمه، اللي هي الحشرات دي تاكل جسمه، فهتبدا تعمل ايه؟ البيبي بتاعها اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن النيوترينز، عباره عن ايه؟ الحاجات دي هتبقى اسمها ايه؟ النيوترينز، اللي هي العناصر الغذائيه اللي هتبقى بتساعد السويل دي ان هي تبقى مور فيرتايل. تبدا السويل ايه؟ النيوترينز دي تبقى موجوده في السويل وناخدها علشان النبات يبدا ياخدها ويبدا يكبر تاني. يبقى زي ما انت شايف هي عباره عن تشين، هي بدات من عند الصن دي هي البرايمري سورس اوف انرجي اون ذا ايرث. تبدا تدي اللايت انرجي للبلانت، البلانت ياخد اللايت انرجي and convert into chemical energy. بعدين يجي حاجه زي insect مثلا eat للبلانت، فالكيميكال انرجي ترانسفير تو ذا insect. بعدين يجي البيرد eat insect، فالانرجي ترانسفير from the insect to the bird. بعدين يجي السنيك ياكل البيرد، فالانرجي ترانسفير from insect to the snake. بعدين السنيك will die، فيبدا يدفن في الارض، فتبدا الورمز الديدان اللي هي دي كده، دول كده اسمهم ايه؟ worms. مين هم الورمز دول؟ هم decomposers. خلاص، تيجي الديكومبوزرز دول بقى ايه؟ ياكلوا
الكائنات الميته دي او الجيفه دي، وتبدا تريتيرن للنيوترينز والعناصر الغذائيه والانرجي تاني للسويل، وبعدين السويل دي تبدا يتزرع فيها نبات جديد وهكذا. يبقى هي عباره عن تشين، سلسله من انتقال الطاقه. زي ما انت شايف يحصل ترانسفير للانرجي. عايزه بس ايه اعرفك ازاي تعرف تقرا الفود تشين دي بسلاسه جدا كده. بنقول على الرو اللي هو الارو ده بنقول عليه ايتن باي. ايتن باي. يبقى انا اجي اقول لك ايه؟ ايتن باي. ثانيه كده اكتبها لك واوريك. ايتن باي. eaten by. والداي مات، وبعدين هنا ايه؟ eaten by. eaten by. بص بقى يجي يقول ايه؟ plants eaten by insects. plants eaten by insects. بص عشان تبقى فاهم الكلام اللي انا بقوله ده. لما اجي اقول ساندويتش eaten by محمد، هل كده الساندوتش اكل محمد؟ لا. معناها ايه؟ ان الساندوتش اكل بواسطه محمد. فانا دلوقتي بقول لك ايه؟ plants eaten by insects. insects eaten by birds. bird eaten by snake. snake eaten by worms اللي هم الديكومبوزرز. هنا الانسكت تعمل ايه؟ تعمل ريتيرن للنيوترينز هنا للسويل، يبقى حصل ريتيرن للانرجي تاني للسويل. اوكي؟ بعدين النيوترينز دي تبقى موجوده في السويل، فنيجي البلانت يتزرع في السويل يبقى نيد للنيوترينز عشان يقدر يعمل غذاء زي ما احنا عارفين بالفوتوسينثيسيس بروسيس، ويبدا يكبر فياخد النيوترينز، ويبدا البلانت ياخد النيوترينز ويبدا يكبر، وهكذا تبدا التشين تستمر وتكمل وهكذا. يبقى زي ما انت شايف هي دي الفود تشين بيحصل فيها ان بيوضح لي ان الانيمالز ازاي بيتغذوا على بعض، وازاي كمان الانرجي فلو بين different animals. خلاص. وبرده زي ما انت شايف ان الصن هي البرايمري سورس اوف انرجي اون ذا ايرث، البدايه من عندها وبتكمل من وراها زي ما انتم شايفين. هي تشين كل واحد فيهم بيسلم للي وراه. لقينا ان البلانت هي البروديوسر، وسميناها بروديوسر because it can make its own food and can't او don't eat plant. دي البروديوسرز. بعدين سمينا لايك الانسكت دي ان هي بروديوسر. ليه سميناها بروديوسر؟ because it eat plants. بعدين سمينا حاجه زي البيرد دي ان هي السكندري كونسيومر because it eat primary consumer. بعدين جينا اتكلمنا عن السنيك وقلنا عليه tertiary consumer because it eat secondary consumer. بعدين في النهايه خالص الورمز والميليبيدز والفانجاي والبكتيريا، كل الحاجات اللي بتكون موجوده في السويل دي سميناها بالديكومبوزرز عشان هم eat dead organisms، بياكلوا الكائنات الميته وreturn energy and nutrients back to the earth. خلاص اتفقنا كده؟ سهله كده ولا صعبه؟ اوكي طيب. نيجي بقى نكمل الليسون بتاعنا. عندنا هنا اهو تاني، يبقى احنا عندنا تاني قلنا ان احنا هنعمل كلاسيفيكيشن للليفنج اورجانيزمز to 3 groups. اهو living organisms can be classified into 3 main groups according to their way of feeding: producers, consumers and decomposers. البروديوسرز دول عرفناهم ان هم can make its own food and can't او don't eat plant. عندي الكونسيومرز primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer، والاخير كان الديكومبوزر اللي هم eat dead plants. خلاص او dead living organisms بشكل عام. يجي هنا بيقول لي عندي الانرجي فلو ثرو ان ايكو سيستم. انرجي فلو ان ايكو سيستم يعني ايه؟ يعني الطاقه تنتقل في النظام البيئي بين الليفنج اورجانيزمز، بين الكائنات الحيه. ازاي؟ يعني سعادتك زي ما انت شايف كده في الفود تشين دي. بص دي اسمها ايه؟ فود تشين. اسمها ايه؟ فود تشين. يعني ايه فود تشين؟ يعني سلسله الغذاء. سلسله الغذاء. انا شفت البروديوسر، شفت الكونسيومرز، شفت الديكومبوزرز، وشفت ازاي بيحصل ترانسفير الانرجي ما بينهم، انتقال الطاقه ما بينهم. وقلنا دي اسمها ايه؟ فود تشين. يعني ايه فود تشين؟ It's a model that shows how energy passes from one organism to another in an ecosystem. يعني ايه؟ بيقول لي ان الفود تشين دي عباره عن نموذج بيوريني ازاي الطاقه بتنتقل من كائن حي
لاخر. يعني مثلا فور اكزامبل بص كده على الايمج دي، بيقول لي انا عندي البلانت ده او الجراس هي البروديوسر، وبعدين ايه الجراس ايتن باي eaten by، ثانيه كده نصغر الخط شويه اهو. الارو ده سميناه ايه؟ eaten by، صح؟ يبقى قلنا ايه؟ grass eaten by grasshopper eaten by bird eaten by snake eaten by owl will die and decomposes eat the dead organism. تاكل بقى الاول دي لما تموت وتبقى ايه؟ تحولها ان النيوترينز عناصر غذائيه ترجع تاني للسويل وترجع تاني للايكو سيستم. يبقى ده كده ايه؟ الفود تشين، سلسله الغذاء وسلسله الطاقه. بيقول لي ايه اهي؟ الجراس eaten by grasshopper eaten by bird eaten by snake eaten by owl. والطاقة ما انتهتش هنا ولا خلصت ولا وقفت ولا ضاعت. اللي حصل ان الطاقة دي حصل لها ايه؟ ان هي بعد ما الكائنات الحية بتموت تبدأ الطاقة دي تنتقل للسويل التربة من خلال الديكومبوزس ديكومبوز للديد اورجانيزمز. خلاص؟ طيب يبقى انا بيقول لي تاني الفود تشين it's a model that shows how energy passes from one organism to another in an ecosystem. قولي طيب from the food chain، من الفود تشين اللي قدامك دي انت استنتجت ايه؟ عرفت ايه؟ we conclude that the energy passes from one living organism to another through a food chain. يعني انا من الفود تشين اللي قدامي دي عرفت ان الطاقه تنتقل، الايه؟ الانرجي بيحصل لها ايه؟ ترانسفير، الطاقه بتتنقل من كائن حي لايه؟ لاخر. خلاص؟ طيب بيقول لي يعني مثلا انا الانرجي كانت موجوده هنا عند الجاس، صح؟ هي كانت كيميكال انرجي اهي، كيميكال انرجي موجوده في الجاس هنا. لما الجاس دي ايتن باي جاس هوبر، فالجاس هوبر جت ايه؟ جت كيميكال انرجي، حصلت على الايه؟ على الكيميكال انرجي. بعدين لما البيرد دي، لما الجاس هوبر ايتن باي البيرد، فالبيرد جت ايه؟ للكيميكال انرجي، حصلت على الكيميكال انرجي. بعدين البيرد ايتن باي سنيك، اتاكلت بواسطه مين؟ السنيك، فالسنيك ده يبقى ايه؟ جت للكيميكال انرجي، حصل على الطاقه الكيميائيه من مين؟ من البيرد. طب بعدين عندي ايه؟ الاول دي تغذت على مين؟ على السنيك، يبقى الاول دي تعتبر ايه؟ كيميكال، اخذت الكيميكال انرجي من السنيك لما تغذت عليه. بعدين الاول دي لما ماتت واتدفنت في الارض والورمز ديكومبوز لجسمها، تحللت جسمها ريتيرن النيوترينز للتربه تاني، وهكذا. والانرجي بتبقى فلو، الطاقه بتتنقل. لو جينا اتكلمنا عن الجراس هنلاقي ان الجراس دي نقول عليها برايمر كونسيومر. هنلاقي ان الجراس هوبر ده اللي هو فيد اون جراس، بيتغذى على الجراس، فبالتالي ان الجراس هوبر ده البرايمر كونسيومر. بعدين ابص على البيرد الاقي ان البيرد ده فيد اون جراس هوبر، يعني البيرد ده فيد اون برايمر كونسيومر، يبقى البيرد هو السكندري كونسيومر. بعدين ابص على السنيك الاقي ان السنيك فيد اون بيرد، تغذى على البيرد، والبيرد كانت هي السكندري كونسيومر، يبقى السنيك ده تيرشري كونسيومر. بعدين ابص على الاول الاقي ان الاول اكلت التيرشري كونسيومر، فبنقول عليها من التوب بريديتورز اللي هم المتوحشين، اللي هم اكلات اللحوم. طبعا في النهايه الديكومبوزس هم الفانجاي او البكتيريا او الورمز، الحاجات اللي بتكون موجوده في الارض، ودي بنقول عليها الديكومبوزس، المحللين اللي بيعملوا الديكومبوز للديد اورجانيزمز، للكائنات الميته. بيقول لي ان البدايه دايما عندي بتكون من عند مين؟ من عند الجراس، صح ولا لا؟ فبيقول لي ان البروديوسرز are considered as first link. هي دي البدايه، هي دي اول سلمه عندنا في الفود تشين، هي دي الفيرست لينك in an food chain او in any food chain. اي فود تشين في الدنيا كلها لازم هتكون بتبدا بمين؟ بالجراس، تبدا بالبلانت، تبدا بالبروديوسرز. تبدا بمين؟ بالبروديوسرز. يبقى البروديوسرز عندي هي ايه؟ الفيرست لينك. الفيرست لينك يبقى producers are considered as the first link in any food chain. بعدين بيقول لي consumers. ايه؟ consumers. مين الكونسيومرز؟ قال لي consumers بالثلاث انواع بتوعها، اللي هم البرايمري كونسيومر والسكندري كونسيومر والتيرشري كونسيومر. الثلاثه كونسيومر دول اهو consumers، اهو عندي consumers primary consumer secondary consumer and tertiary consumer. ال 3 consumers دول are considered as the second link in any food
chain. خلاص يبقى تاني عندي البروديوسرز هم الفيرست لينك، عندي الكونسيومر بالثري تايبس بتوعه هم السكند ايه لينك، هو الستيب اللي بعديها. طب واللي بعديها هنقول عليها الثيرد لينك؟ لا ده هنقول اللي هي فاينل لينك. ليه الفاينل لينك؟ هي دي خلاص بقى الديكومبوزز اللي هم اللي بيعملوا ديكومبوز للليفنج اللي هو البيد اورجانيزم، الكائنات اللي خلاص ايه كل سنه وانت ايه باي باي ايه ماتت بقى نلقي في حياه اخرى. عندي اللي هي الديكومبوزرز are considered as a final link in any food chain. هي دي اخر سلمه، هي دي الفاينل لينك بتاعتنا where they decompose the dead organisms and recycle nutrients اللي هي الانرجي back into the ecosystem. يبقى الديكومبوزرز دول بيعتبروا هم الفاينل لينك، هو اخر سلمه، هي دي الفاينل خلاص، ما فيش بعد كده في حاجه بعد الديكومبوزرز، خلاص هي الديكومبوزرز. in any food chain where the decompose the dead organisms and recycle nutrients. يعني ايه recycle nutrients؟ يعني بترجع تاني النيوترينتس العناصر الغذائيه، بترجع تاني الطاقه للنظام البيئي. يبقى مين اللي بترجع دي؟ هي الديكومبوزرز. اسمع كلمه ريسايكل، اسمع ريتيرن باك، اعمل اي ديكومبوز ديكي، اي كلمه من الكلمات دي بيبقى بترجع عليه ديكومبوزرز. خلاص يبقى ايه return back nutrients energy back to into the ecosystem، ترجع تاني الطاقه للنظام البيئي. عندي اللي بعده هنا بقى بيقول لي ايه؟ energy flow. هتقول لي يوه ما احنا كل الكلام بتاعنا اصلا بيقول energy flow، بيقول ان الطاقه تنتقل، صح؟ مش قلنا ان الصن دي light energy reach to the green plant convert light energy into chemical energy stored as a sugar. بعدين عندي البلانت eaten by mouse eaten by mouse، بعدين mouse eaten by hawk. يبقى الانرجي transfer from plant to the mouse to the hawk، transfer from the producer to primary consumer to secondary consumer. بعدين اللي هو الانيمال ده will die، هيموت، فبالتالي الديكومبوزز هتعمل ديكومبوز اللي تبدا تحلل جسم الكائن الميت ده، وتبدا ان هي ترجع تاني return back to the nutrients to the energy to the ecosystem، تبدا ترجع تاني الطاقه والعناصر الغذائيه دي لايه؟ للبيئه. يبقى انا عندي الصن الانرجي ترانسفير لايت انرجي، بعدين البلانت، بعدين الايه الماوس، بعدين الهوك، بعدين نرجع تاني للايه؟ للسويل. يبقى الانرجي فلو، انرجي موف، انرجي ترانسفير ثرو ذا ايكو سيستم. فبيقول لي energy flow all organisms need energy to do all activities and this energy flows through an ecosystem. يعني كل الكائنات الحية محتاجة للطاقة عشان تعمل كل الأنشطة بتاعتها، عشان أي كائن حي يقدر يعمل أي حاجة to do activity to grow to survive عشان يعيش، هو نيد الانرجي محتاج للطاقه، فلازم هيشوف الطريقه اللي هو يحصل بيها على الطاقه دي. لو هو بروديوسر هو بلانت فهو get energy from the sun and make its own food inside its body. لكن عندي ان animals بقى بكل اشكالها والهيومن طبعا من ضمنهم بيكون need to eat food to get energy لكن can't make its own food. بالنسبه للانيمالز والهيومنز can't make its own food، عشان كده احنا سميناهم من ضمن الكونسيومرز. So there are organisms that can't get energy directly from the sun. يعني ايه؟ بيقول لك في عندي living organisms كائنات حيه ما بتقدرش تحصل على الطاقه بتاعتها دايركت كده من الصن. يعني ايه دايركت من الصن؟ يعني مثلا انت عندك الماوس ده get energy بيحصل على الطاقه من مين؟ من البلانت. طب البلانت دي جايبه اصلا الطاقه بتاعتها من مين؟ من الصن. بس هل مثلا الماوس ده ممكن يقف قدام الصن ولا اديها الانرجي والنبي عشان خاطر يديني الانرجي؟ لا، هو الماوس ده احنا اتفقنا مع بعض ان هو can't make its own food، ما بيعرفش يعمل اكله بنفسه، فبالتالي هو هيكون محتاج ايه؟ محتاج ان هو ياكل البلانت عشان يحصل على الانرجي، عشان ياكل يوصل للطاقه. يبقى الطاقه بتاعت الشمس دي هي اوريدي وصلت للنبات، واوريدي الماوس ده اكل النبات، فهو حصل على الطاقه اللي موجوده جوه النبات. طب هي الطاقه اللي جوه النبات دي جت اصلا منين؟ من الصن. يبقى الماوس ده وصل للطاقه بتاعت الشمس بس من النبات، ما حصلتش منها على طول من الايه؟ من الصن. يبقى تاني انا عندي الماوس من البرايمري كونسيومرز. البرايمري كونسيومرز المفروض ان هم بيتغذوا على مين؟ على البلانت، صح؟ يعني هو لما حصل على الطاقه حصل على الطاقه اللي موجوده جوه البلانت. حلو؟ جميل.
طيب دلوقتي هل الماوس ده يقدر يحصل على الطاقه على طول بشكل مباشر دايركت كده من الصن؟ هقول لك لا، اللي يقدر يحصل على الطاقه بشكل مباشر كده من الصن على طول هم بس البروديوسرز اللي هم كان ميك اتس اون فود، يقدروا يعملوا غذائهم ايه بنفسهم. لكن هل الماوس ده يقدر يعمل غذائه بنفسه؟ لا، يقدر ياخد اشعه الشمس بتاعت من الشمس كده دايركت وياخد الطاقه كده ويقول لك بس كده زي انا زي الفل كده انا عندي طاقه النهارده. لا، مفيش الكلام ده. يبقى هو بيقدر يحصل على طاقه الشمس بس بشكل غير مباشر. ازاي بشكل غير مباشر؟ يعني بياكل النبات، والنبات ده اصلا جايب الطاقه منين؟ من الصن. خلاص، يبقى بيقول لي ايه؟ there are organisms that can't get energy directly from the sun. يعني الكائنات الحية ما بتقدرش تاخد الطاقة بتاعتها بشكل مباشر على طول من الصن. ده ايه؟ في كائنات حية زي مين بقى؟ زي الماوس ده اللي هو البرايمري كونسيومر، زي السكندري كونسيومر، زي برضه الديكومبوزرز، زي برضه التيرشري كونسيومرز. كل دول البرايمري كونسيومر، السكندري كونسيومر، التيرشري كونسيومر، البروديوسرز والهيومنز، كل دول ما يقدروش يحصلوا على الطاقه من الشمس كده بشكل مباشر. امال بيعملوا ايه؟ بياكلوا كائنات حيه. هم الكائنات الحيه دي مثلا بتبقى في الاخر واكله البلانت، والبلانت ده اصلا كان جايب الطاقه بتاعته منين؟ من الصن. يبقى احنا واخدين الطاقه برضه من الصن بس مش بشكل غير مباشر. يبقى في حد وسيط في النص. هنا الماوس ده لما اخذ الانرجي اخذها من البلانت، وهي البلانت كانت جايبه الانرجي بتاعتها منين؟ اصلا من الصن. يبقى الماوس ده اخذ الطاقه من الشمس بس بشكل غير مباشر. يبقى there are organisms that can't get energy directly from the sun. So they obtain their needed energy by eating other living organisms. يعني ايه؟ يعني للاسف الشديد هم بيكونوا محتاجين ان هم ياكلوا كائنات حيه تانية علشان يحصلوا على الطاقه بتاعه الشمس. يبقى انا عندي البرايمري كونسيومر هيبقى محتاج ان هو ياكل البلانت علشان يوصل لطاقه الشمس، عشان يوصل للطاقه بتاعه الايه؟ الشمس. لكن هل هو بياخدها بطريقه مباشره؟ يعني مثلا الماوس ده يقف كده للصن ويبصوا عليه صحابه يقولوا انت بتعمل ايه؟ بيقول لهم ثواني بس انا يا جماعه باخد طاقه الشمس، جيت انرجي، باخد الطاقه دي. ويضحكوا عليه، ايه اللي انت بتعمله ده؟ مفيش حاجه اسمها كده، انت من ضمن ايه؟ من ضمن البرايمري كونسيومرز اللي ماست ايت، لازم ايه؟ هياكلوا مين؟ هياكلوا البلانت. ولما تاكل البلانت انت هتاخد الطاقه بتاعت الشمس اصلا، بس انت ما خدتهاش بشكل ايه؟ مباشر، انت خدتها من البلانت، والبلانت اصلا كان واخدها منين؟ من الصن. يبقى تاني there are organisms that can't get energy directly from the sun, so they obtain their needed energy by eating other living organisms. يعني الكائنات الحيه، في كائنات حيه ما بتعرفش توصل لطاقه الشمس بشكل مباشر كده، بتحتاج ان هي ايه؟ تلف تاخدها من ورا، تاخدها من ايه؟ من كائن حي تاني زي مثلا البلانت هنا، والبلانت اصلا جايباها من الصن. هتيجي طب تقول لي طب ازاي الهوك او الايجل ده جيت انرجي، حصل على الطاقه؟ اقول لك اكل ايه؟ الماوس. طب والماوس ده كان جايب طاقته منين؟ كان جايبها من البلانت، والبلانت كان جايب طاقته منين؟ من الصن. يبقى برضه الهوك ده محتاج للايه؟ لللايت انرجي، محتاج للصن لايت، بس بشكل طبعا ما بياخدها بشكل غير مباشر. اخدها من الماوس، والماوس كان جايبها من البلانت، والبلانت كان جايبها من الصن. صح كده؟ اتفقنا كده؟ خلاص فهمنا؟ خلاص. بيقول لي so the food chain shows the food relationships among organisms in different ecosystems. يعني بيقول لي ان الفود تشين دي بتوريني العلاقه بين الكائنات الحيه المختلفه اللي بتكون عايشه في الايكو سيستم، في النظام البيئي. تعالى بقى اوريك ايكو سيستم كده إيه لذيذ، واوريك ايه زي ما تقول كده فود تشين لذيذه فور فان كده شويه. بيقول لك انا عندي هنا اكزامبل فور فود تشين اللي قدامي دي. بتقول لك يا سيدي عندي البلانت، والبلانت طبعا يعتبر من البروديوسرز، صح كده؟ ليه؟ عشان البلانت قلنا من البروديوسرز دول كان ميك their own food during photosynthesis process، صح كده ولا لا؟ يبقى البلانت من الايه؟ من البروديوسرز. هي take light energy and convert into ايه؟ chemical energy، change into ايه؟ chemical energy. تتخزن الكيميكال انرجي جوه البلانت as ايه؟ as sugar. خلاص؟ يبقى a green plant can make its own food during the photosynthesis process، وتاخد اللايت انرجي من الصن. بعدين يجي بقى المايس يفتكر نفسه ناصح وايه؟
eat البلانت، يبقى البلانت دي اتاكلت، مين اكلها؟ المايس. يبقى the mouse eats the green plant to get energy عشان يحصل على الطاقه. لقى ان الجرين بلانت فيها الكيميكال انرجي، فقال لك بس انا كمان هايت البلانت ده عشان احصل انا كمان على الطاقه. يبقى الماوس ده هو ايت للبلانت، فيبقى الماوس ده يعتبر ايه؟ برايمري كونسيومر. بعدين يجي السنيك يبقى بتتمخطر هناك كده، وهوب شاف مين؟ الماوس بيقرقط في البلانت، فقال لك بس وانت يعني اللي فاك ناصح قوي ورايح تاكل البلانت عشان تاخد الانرجي، انا كمان هاكلك عشان تو جيت انرجي. قلنا على المايس ده ان هو ايه؟ برايمري كونسيومر. يبقى السنيك لما يقيت الماوس اللي هو اصلا برايمري كونسيومر، يبقى السنيك ده يعتبر ايه؟ يعتبر secondary consumer. وساعتها او زي ما انت شايف ان الانرجي ترانسفير from animal to another، ان الطاقه بتتنقل من كائن لاخر. الطاقه اتنقلت من الصن راحت للبلانت، ومن البلانت راحت للماوس، ومن الماوس راحت للسنيك، صح كده؟ اهو. بعدين فاينلي بقى السنيك اهو زي ما انت شايف تحت كده ايه؟ الهوك شافه قال لك بس تعالى لي بقى. يبقى الهوك ايت سنيك واخد منه الانرجي، والهوك هو كمان ترانسفير الانرجي، اتنقلت له الطاقه ووصلت له الكيميكال انرجي. الكيميكال انرجي دي خلاص. يبقى انا عندي البلانت contains chemical energy. بعدين الماوس eat green plant and mouse is a primary consumer. بعدين عندي السنيك eat mouse ويبقى السنيك secondary consumer. بعدين عندي hawk eat snake so hawk is the tertiary consumer. اسمه ايه؟ tertiary consumer. ليه قلت عليه tertiary consumer؟ هقول لك علشان الهوك ده eat snake، والسنيك ده يعتبر secondary consumer زي ما قلنا فوق. سهله كده ولا صعبه؟ يبقى انا عندي plant producer، mouse primary consumer، snake secondary consumer and hawk tertiary consumer. سهله كده ولا صعبه؟ خلاص حلو. طيب كده احنا شفنا example على الفود تشين. تعالى بس ناخد ايه زي conclusion كده على الفود تشين دي اهو كده. بيقول لي هنا عندي اهو conclusions for this food chain. The energy from the sun passes to the green plant، يعني الطاقة بتنتقل من الشمس راحت للجرين بلانت زي ما احنا عارفين. كانت light energy convert into chemical energy in the green plant. Then the mouse and snake then to the hawk. يعني الطاقة اتنقلت من الصن للجرين بلانت للماوس للسنيك finally للهوك. يبقى الجرين بلانت can make its own food during the photosynthesis process وان هي take energy from the sun, while animals like mouse, snake and hawk can't make its own food ويقدروش يعملوا غذائهم بنفسهم، وان هم must to eat food عشان to get energy عشان يحصلوا على الطاقه. طيب بيقول لي انا عندي هنا في المواقعه الفظيعه دي انا عندي برايز وعندي بريديتورز وبراي. مين البريديتور في الواقعه؟ بص المنظر هنا كده، انا عندي ده كده البريديتور وعندي دي كده البراي. يا عيني لما الايه السنيك ايتن باي هوك، ساعتها الهوك ده كان البريديتور والسنيك كان البراي، هو كان الضحيه. عندي هنا السنيك هنا البريديتور، لكن هنا المايس هو البراي عشان المايس ايتن باي سنيك. مايس ايتن باي ايه؟ سنيك. فيحصل ان المايس ده هو اللي اتاكل، فالبريديتور كان مين هو؟ كان هو السنيك. خلاص خد بالك، وعايزاك تاخد بالك كويس قوي لما بتكلم بريديتور وبراي الاثنين بيكونوا انيمالز، يعني ما تجيش تقول لي ان بلانت براي، غلط. البلانت مش براي، البراي ده حاجه كده ايه، حد بيطاردها وهي بتجري تستخبى وتعمل حركات كده. خلاص يبقى انا عندي البلانت نوت براي، البلانت نوت براي. وكمان الماوس نوت بريديتور. لما اجي اقول لك مثلا بلانت ايتن باي ماوس، plant eaten by mouse، اللي عندي البلانت نوت براي، الماوس نوت بريديتور. ليه بقى في الواقعه دي الماوس نوت بريديتور؟ عشان هو ما طلعش يجري ورا حاجه، هو وقف كده جنب الشجره لقاها واقفه فقعد يقرقط فيها واكل منها بس. هل هو جري ورا حد؟ هل كان في مطارده؟
لا مفيش مطارده، يبقى مفيش ولا براي ولا بريديتور طالما مفيش مطارده. يبقى لازم طالما براي وبقول بريديتور يبقى تو انيمالز. يبقى انا عندي هنا الماوس ده براي والبريدي السنيك ده ايه برضو انيمال. يبقى انا عندي البراي والبريديتور يبقى ده انيمال وده انيمال اهو، انيمال وانيمال. خلاص يبقى طالما جبت سيره براي وبريديتور يبقى التو انيمالز، الاثنين animals. خلاص يبقى the hawk and the snake are predators because they hunt other animals. يعني بيقول لي انا عندي الهوك هنا كان بريديتور، انا عندي هنا السنيك كان بريديتور وعندي الهوك هنا كان بريديتور. ليه؟ عشان هما الاثنين افترسوا كائن حي تاني، اكلوا حد تاني. لكن عندي السنيك اند ذا ماوس، السنيك هنا والماوس هنا يعتبروا براي. ليه؟ عشان هما اتاكلوا because they are eaten او hunted by other animals for food. خلاص كمان بيقول لي also both predators and preys pass food and energy through the food chain. يعني بيقول لي ان البريديتورز والبريز دول بينقلوا الطاقه خلال الفود تشين. ايوه ما هو انا عندي لما السنيك ايتن باي الهوك فالانرجي ترانسفير فروم سنيك تو ذا هوك. لما الماوس eaten by the snake so the energy transfer from the snake from the mouse to the snake. الطاقة بتتنقل من البراي للبريديتور from the prey to the predator. اوكي طب يجي يقول لي notes finally any animal that is hunted and eaten by another animals is called prey. يعني أي حاجة بتتاكل فبنقول عليها براي. واي any consumer that hunts and eats another animal is called predator. يعني اي حاجه بتاكل وبتفترس وبتهجم كده نقول عليها predators. اوكي بس كده كون خلصنا كده الحمد لله lesson 2 في concept 2. يا رب يكون سهل وبسيط عليك. لو احتجت اي سؤال او في اي حاجه وقفت معاك ابعت لي على الواتساب او اكتب لي في الكومنتس، وما تنساش تنضم لينا في جروب التليجرام. واشوفكم السيشن الجايه وباي باي.